السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنعمل أكلة جميلة حلوة قوي، طعمها بصوا لذيذ جدا. تعالوا بقى ما نشوف هنعمل ايه. بصوا أصلا الجمال، بصوا الشكل بجد عامل زي الورد، حاجة كده زي العسل. أحلى حاجة الطبيعة، الحاجات اللي في الطبيعة يعني زي القرنبيط، الكرنب، الخس، البروكلي، كل الحاجات الحلوة ديت كتروا من الحاجات الحلوة دي لأنها مفيدة جدا. لو هتلاحظوا أصلا البلاد اللي بره بيهتموا بالقرنبيط ده أكتر مننا، بيعملوه بكذا طريقة وبكذا وصفة، بيعملوه بطرق كتير جدا. فالمهم يعني بيستغلوه في كل حاجة. ليه؟ لأنه أصلا هو مفيد جدا جدا. لو انتوا بحثتوا عنه هتلاقي فيه فوائد كتير قوي. بصوا كده، أنا بعد ما مسكته بقى شلت كل الخضار اللي هو فيه، اللي هو الزهرة بتاعته، اللي هو الورق ده شلت الورق وخدت بقى الزهرة بتاعة القرنبيط كده زي ما انتوا شايفين. بقطع بقى القطع اللي انت عايزاها، متوسطة صغيرة، انا بحب بصراحة يكون القطع صغيرة. حتى شفتوا القطع كده زي ما انتوا شايفينها. رجعت تاني برضو عملتها. بس انا بعمل ايه بقى؟ لازم اغسله، لازم، مع انه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ابيض وزي الفل زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو كده. بس برضو لازم يعني نغسله. انا مسكت نص كده غسلته، وبقيت بصوا اشيل شويه شويه واغسل في الجنب دوت واغسل وارجع تاني الف كده لحد ما خلصته كله، شطفته كله. المهم بس عشان بيبقى في الارض مثلا في اتربه في حاجه، بس هو يعني بسم الله ما شاء الله الخضار دايما يعني ايه بيبقى حلو كده وبيبقى متحافظ عليه. بس انا برضو ايه قلت هديله شطفه كده عشان لو في يعني تراب او في حاجه انا مش واخده بالي، او في حاجه بين القرنبيط كده زي ما انتوا شايفين. فبرضو ايه تبان كده في الميه. وهوريكم برضو الميه في الاخر هتبقى شكلها عامل ازاي. بصوا اصلا عماله اغسل والميه اصلا بيضه زي ما هي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بجد هو نضيف قوي. فبرضو لازم برضو نغسله يعني اطمئنانا مش اكتر. انا بصراحه بحب اعمل كده. هعمل ايه بقى تاني؟ هحط بقى ميه سخنه على البوتاجاز، وهبتدي احط معلقه ملح ومعلقه كمون في السليق بتاع القرنبيط. وبعد كده تنزلي بكميه القرنبيط بتاعتك. وهو على فكره بياخدش 10 دقايق سوا، في ثانيه يعني بتلاقيه بسرعه استوى. ما تكتريش السوا عشان بيتهري فهيضايقك في التحمير، فلازم يكون في ايه تكه كده بسيطه. بصوا اهو زي ما انتوا شايفين حطيت معلقه الملح معلقه الكمون علشان بس ايه انتفاخات الريحه بتاعه السليق. فالكمون دوت جميل جدا في السليق، حتى لو كان في سليق الكرنب بيبقى برضو حلو قوي. بعد ما سلقته بقى طلعته في المصفى كده، شيلته في المصفى عشان برضو لو في ميه او حاجه تتصفى. والخلطه بصراحه مش عارفه المقطع بتاع الخلطه دوت ضاع مني خالص، مش عارفه راح فين بصراحه. فانا حطيت ايه في الخلطه؟ بصوا على كل قرص قرنبيط تحط 4 بيضات. على كل قرص قرنبيط 4 بيضات. وبرضو براحتك، في ناس بتحط 3، لو بيض من الكبير حط 3. انا حطيت على كل قرص 4 بيضات. فابتديت دلوقتي حطيت كوبايتين كبار من الدقيق نخلتهم، وحطيت البيض، وحطيت بقى كل البهارات، وحطيت الشبت، وحطيت كزبرة. كل الحاجات ده هتخلطيها. اهم حاجة في الموضوع كيس البيكنج باودر، اهم حاجة كيس البيكنج باودر. وبعد كده بتحطي في الخلطة وتبتدي بقى تقلي وتشوفوا بالهنا والشفا زي ما انتوا شفتوا كده. وتزيني بقى وجنب بقى رغيف رحالي، يبقى بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده زي العسل. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، يكون عند حسن ظنكم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يا احلى اخوات في الدنيا. ويا ريت ما اكونش نسيت ايه اقول لكم على حاجة. يلا سلام.